كم كنت موفقا هذا الصباح في مجلس أبي يوسف. نقدت المذهب الحنفي وما ضاق بك. ذلك لأني لم أصرح بكل ما عندي، خشيت إحراجه أمام تلاميذه. وماذا عندك عن المذهب الحنفي؟ تحدث ولا حرج. أنتم أهل العراق تغلبون الرأي في كثير من المسائل. عندما نجد النص في القرآن والسنة نأخذ به ولا نلجأ للرأي، وليس لدينا الرأي المطلق، فنحن نقيس المسألة التي ليس فيها حكم على المسألة التي فيها نص. أصحاب الحديث يفعلون نفس الشيء، ولكنكم تتوسعون في القياس وتضعون الحل لمسائل لم تحدث. نتوقع حدوثها في المستقبل ونستعد لها. هكذا تتجرؤون على الإفتاء، بينما أصحاب الحديث يتخوفون الحكم حين لا يجدون نصا. ليس الخلاف مع أصحاب الحديث هو مشكلة الإسلام، ومشكلة هذا الزمان أكبر بكثير. إذ يدور حديث بين الفقهاء والعلماء عن مسائل الاعتقاد: هل الإيمان يزيد وينقص، أو قول وعمل أم اعتقاد؟ ويتحدثون عن مرتكب الكبائر ورؤية الله يوم القيامة وأسماء الله وصفاته. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مسائل يثيرها بعض المؤمنين كما يثيرها الزنادقة الذين يتسترون بالإسلام ليدسوا السم في الخفاء. أما من وازع أو رادع يمنع هؤلاء وهؤلاء؟ شيخ مالك يتمثل بقول الشاعر: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. يا شافعي، يجب أن نفعل شيئا لوقف هذا الطوفان من البدع. حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل منكسين ويطاف بهم بين القبائل والعشائر. وكيف تنفذ هذا الحكم وبعضهم قريبون من الحكام؟ أليس بإمكانك أن تجادلهم وترد منهم من حسنت نيته؟ لقد دخلت في علم الكلام فترة من الزمان، ولكن سرعان ما أدركت خطئي وتبت عنه. عليك إذن أن تقود غيرك إلى التوبة عنه. هي دعوة للخير وأمر بالمعروف. فلنبدأها من الآن، فخير البر عاجله. كيف؟ نذهب غدا إلى بشر الماريسي وجماعته، مجلسهم بعد صلاة الظهر عند راشد. ومن يكون بشر هذا؟ كان أبوه يهوديا لكنه اعتنق الإسلام، وتعمق بشر في دراسة المذاهب والعقائد حتى صار من علماء المذهب الحنفي. من علماء مذهبكم؟ لم يتوقف بشر عند المذهب الحنفي، ولكنه تجاوزه إلى مسائل العقائد. يجمع حوله جماعة من أصحاب الكلام يطرحون أسئلة صعبة لا إجابات لها. وأظنك قادرا على إظهار الحق ودحر الباطل. غدا بإذن الله نسمع ما يقولون. لا يدخل علينا أحد حتى أنتهي من حديثي مع أبي يوسف. أمرك يا مولاي. أريد أن أشاورك في أمر يهم المسلمين كما يهمني. يا مولاي، تريد أن تعهد بولاية العهد لوالدك جعفر بدلا من أخيك الرشيد. هو ذلك بالفعل،
كيف عرفت؟ الناس يا مولاي يتحدثون بذلك في مجالسهم. دعنا مما يقال. أريد أن أعرف رأيك، رأي القاضي الذي لا يعرف إلا الحق. لكن ولدك جعفر لم يبلغ بعد الحلم يا أمير المؤمنين. سرعان ما تمضي السنون ويبلغ الرشد. حفظ الله أمير المؤمنين وأطال عمره، لكن ماذا لو نزل أمر الله وحدث ما نخشاه لأمير المؤمنين قبل أن يبلغ جعفر سن الرشد؟ لا أعرف ما يكون. أتوقع يا مولاي عندئذ أن يخرج أكابر أهلك على هذا الصبي وينتزعون الخلافة منه انتزاعا، وبذلك تخرج الخلافة عن ولدك وعن أخيك معا. لا أستبعد مثل ذلك. لن يكون الأمر سهلا يا مولاي. ساعتها يتقاتل أعوان كل فريق، فاحفظ دماء المسلمين يا مولاي يا أمير المؤمنين. أحسنت النصح، ولكنك تخالف هواي فيما تنصح به. إن شئت يا مولاي عهدت بولاية العهد لولدك جعفر بعد عمه هارون وليس بدلا منه. ما أظن الخلافة تصل إلى ولد جعفر على هذا النحو. تصل أو لا تصل، كل شيء عنده بمقدار يا مولاي. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. لا يوجد نص في الكتاب والسنة يتعارض مع مصالح الناس، وعندما يختلط علينا أمر نأخذ بما فيه المصلحة. ولكن كيف نقدم المصلحة على ما شرعه الله؟ حيث تكون المصلحة فثم شرع الله. كيف ذلك يا إمام؟ يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ويقول أيضا: يسروا ولا تعسروا. وتطبيقا لمصلحة الجماعة يجوز لولي الأمر أن يفرض أموالا على الأغنياء في أوقات حصاد الغلات وجني الثمار لسد حاجة بيت المال. ولكن الناس يدفعون زكاة أموالهم. ذلك فرض آخر خلاف الزكاة. ومن تطبيقات رفع الحرج يجوز لمن يوجد في بلد لا تقام فيه الشريعة أن ينال من المكاسب الخبيثة رفعا للضرر ما دام لا يستطيع الانتقال إلى بلد آخر، كما يباح أكل لحم الخنزير اضطرارا. ومن تطبيقات رفع الضرر أيضا مبايعة شخص بذاته مع وجود من هو أولى منه بالخلافة حتى لا تضطرب الأمور وتشتد الفوضى. وهكذا فمصلحة الفرد والمجتمع أساس في الشرع. أهل طبرستان يرفضون الوالي الذي بعثنا به إليهم، ولا بد من إرغامهم على قبوله. نبعث بحملة يقودها هرثمة. ولكن هرثمة مشغول بمواجهة الخوارج في الموصل. ما أثقل. ما أثقل أعباء الخلافة وأكثر مشكلاتها. يا ليتني ما توليتها. ولعلي أيضا لا أتولاها. أتعني ما تقول يا هارون؟
أطال الله بقاءك يا أخي. قل لي يا هارون، لو جاءك كل ما تحب من نعيم الدنيا فهل تزهد الخلافة؟ أزهدها؟ ما رأيك لو أعطيتك كل ما تطلب وأعفيك من كل ما يجهد ويتعب؟ لا أفهم ما تقصد. أعفيك من ولاية العهد وأجعل الأمر لولدي جعفر من بعدي، فما رأيك؟ جعفر لا يزال صبيا. إنما نتحدث عن المستقبل، فلا زال في العمر بقية. أطال الله عمرك يا أخي. لا أريد أن أرغمك على شيء لا تحبه، ولن أعهد لجعفر بولاية العهد قبل أن تطلب ذلك بنفسك وتأخذ ما يعوضك، فما رأيك؟ دع لي بعد الوقت أفكر في الأمر. هل أصابك الجنون يا هارون؟ تترك ولاية العهد لصبي صغير لا يقدر ولا يستحق؟ أحسست أن أخي الهادي يطلب ذلك مني وما أردت أن أخالفه. لا تريد أن تخالف أخاك وتخالف أباك؟ أليس أبوك هو الذي رتب الأمر على هذا النحو؟ الخلافة لا تستحق هذا التكالب عليها. الخلافة ليست مطمعا، إنما هي واجب وأمانة. ماذا تفعل مع الآلاف الذين بايعوك لولاية العهد؟ دعيني أصارحك يا أماه، غاية ما أطلبه من الدنيا أن أتزوج زبيدة وأوفر لها غاية ما أستطيع من نعيم. وهل تريد زبيدة نعيما أكثر من أن يصبح زوجها خليفة للمسلمين؟ ولكن أخي لا يرتاح للأمر ولا أعرف ما بدله. أول ما تولى كان حريصا على مشاركة أمور الحكم. بدله فواز، يخاف أن يصير الأمر إليك فتأخذه بما فعل ويفعل من فساد وإفساد. أخي الهادي يثق بفواز ويعمل برأيه. اترك لي فوازا هذا، سوف أقطع ما بينه وبين الخليفة ولن يتركه وزيرا له. يا أماه، أخي بيده الأمر وسوف يفعل في النهاية ما يريد، فلماذا أشعل صراعا لا جدوى منه؟ لا يستطيع الهادي أن ينزعك من ولاية العهد إلا أن تنزع نفسك. هارون، أنت ولدي وهو ولدي، ولا أقبل أن يظلم أحدكم الآخر. وكيف لي أن أدفع الظلم وهو صاحب الأمر؟ تدفع الظلم بالعمل والفعل والسهم والرمح إذا لزم الأمر. أليس كل إنسان له استطاعة، بمعنى أنه يستطيع أن يفعل أو لا يفعل؟ هو كذلك يا راشد. هذه الاستطاعة تملكها مع الله أو دون الله؟ ما يمنعك الإجابة؟ أراجع نفسي حتى أرى الأفضل، سكوتي أم الجواب؟ إن قلت يا شافعي تملكها دون الله كفرت، وإن قلت تملكها مع الله أشركت. فماذا تقول فيها؟ أقول يا بشر أملكها مع الله بمشيئة الله، فهو الذي ملكني إياه. نتحايل في الرد. قل لنا يا شافعي، أليس كل مخلوق له خالق؟ أجل، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فمن خلق الله؟ أستغفر الله. تناقشوا في شيء إن أخطأتم فيه يقال أخطأتم ولا يقال كفرتم. هذا حديث العاجز الذي يتهرب من الإجابة. دعوني أسألكم، هذا الذي تقولون به أجاءنا شيء عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الأوائل؟ ما تحدثوا بشيء كهذا. هل كانوا يجهلونه فلم يتحدثوا عنه، أم كانوا يعلمونه وسكتوا عنه؟
هذه الخواطر التي تتحدث عنها تدور في رأس كل إنسان، ولابد أنها دارت في رؤوسهم. دارت في رؤوسهم ولكنهم سكتوا عنها. فليكن الأمر كما تقول. ما يمنعنا الحديث عنه؟ نحن نقتدي بهم ونأخذ عنهم. إن سكتوا عن أمر سكتنا عنه. كأنك يا شافعي تريد أن تضع قيدا على العقل يمنع الناس من إطلاق الفكر إلا في حدود ما قال به الأوائل. الإسلام دين العقل، وهناك كثير من الآيات في كتاب الله. أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا يفقهون؟ ولكن العقل له حدود يقف عندها. أنت تقر إذن بوجود قيد يمنع العقل من التفكير في مسائل العقيدة وفي ذات الله. تعلمون أن العين لها مدى تبصر من خلاله ولا تبصر بعده، وتعلمون أيضا أن الأذن لها مدى تسمع في نطاقه ولا تسمع ما وراءه. كذلك العقل له مدى يفكر في حدوده ويعجز عن التفكير فيما وراءه. حسبناك تجيبنا عما نسأل عنه. كفوا عما تتحدثون به، لأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك به خير من أن يلقى الله بما تتحدثون به من أهواء. هذا هو الرأي كما نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أنت تستند لحديث لا نأخذ به. كيف لا تأخذون بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. نحن في المذهب الحنفي نأخذ بالأحاديث المتواترة التي رواها جماعة عن جماعة، ولا نأخذ بالأحاديث التي رواها واحد عن واحد. وما يمنع الأخذ بها؟ وما أدرانا أن واحد من الرواة أضمر سوءا فروى كذبا، أو ربما أصابته غفلة فأخطأ عن غير قصد. السلامة أن نأخذ بالأحاديث الموثوق بها بعد أن راجت الأحاديث المصنوعة والمكذوبة. لا أوافق على هذا الرأي. علينا أن نضاعف جهدنا لنتحقق من صحة الأحاديث وسلامتها، ولكننا لا نسقط أحاديث الآحاد من حسابنا. ذلك أضمن وأسلم. وماذا نفعل بالأحكام التي جاءتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها واحد وليس جماعة؟ عن أي الأحكام تتحدث؟ الرجل يقبل زوجته وهو صائم فلا يفطر. هذا خبر نقلته أم المؤمنين أم سلمة لزوجة قبلها زوجها وهو صائم. كذلك حكم القرآن في تغيير القبلة، نقله رجل واحد إلى أهل قباء فاستداروا إلى الكعبة. كذلك رجل واحد نقل إلى الصحابة تحريم الخمر عندما حرمت فكسروا الجرار ولم ينتظروا حتى ينتقل الخبر عن طريق الجماعة. اخفى لكم حديث الأحاد لا سند له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالليث بن سعد فقيه مصر وأفقه علمائها. استغفر الله. سبقتني بالحضور وكنت أنوي أن أسبق إليك أول ما وليت، ولكني شغلت بأمور الحكم، فمرحبا بزيارتك. ما جئت زائرا وإنما جئت شاكيا. فمن تشكو؟ وما هي شكواك؟ أشكو الوالي إلى الوالي، فقد أمر بهدم كنائس الأقباط في مصر. مصر يا إمام هي بلد إسلامي، والمساجد أماكن للعبادة فيها، والكنائس كذلك لعبادة الله يا سالم. ها؟ كيف ذلك يا إمام؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله العظيم. ما خربت المساجد، وإنما أمرت بهدم الكنائس. هذه الآية الكريمة نزلت في الروم الذين فتحوا بيت المقدس فمنعوا الصلوات وأحرقوا الكنيسة.
الله تبارك وتعالى يتوعدهم يقول: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من أراد أن يعبد الله عليه أن يذهب إلى المساجد لا إلى الكنائس. يا سيد الوالي، أما علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب إلى بيت المقدس عاهد المسيحيين على حماية أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم وكنيستهم، وهذا العهد يلزمنا إلى آخر الزمان. أنا لا أفهم كيف تدافع عن الكنائس وأنت فقيه المسلمين كما يقولون عنك. لأني على دراية بشيء من الفقه أدافع عن الكنائس. أما علمت يا سالم أن عمر بن الخطاب رفض أن يصلي في كنيسة بيت المقدس كي لا يصنعها المسلمون من بعده، وحتى يبقى الكنائس استقلالها؟ هذه المبالغة من جانب عمر هي مجاملة للمسيحيين لا تلزمنا بشيء، فالدين عند الله الإسلام. إذا كنت لا تلتزم بما يراه عمر فلتلتزم بما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءنا قوله: استوصوا بالقبط خيرا، كما جاءنا أيضا حديثه الشريف: من آذى ذميا عوقب يوم القيامة بصياط من نار، ومن آذى ذميا فأنا خصمه. لا تحاول وليس أن تفرض رأيك على الحاكم، فالحاكم قد أصدر أوامره بهدم الكنيسة. عليه أن يرجع عنها ويصلح ما أفسدته هذه الأوامر. لن يكون ذلك. لقد غرك حلمي. الوالي قبلي هدم دارك 3 مرات، وما جرؤت على أن تحدثه بهذه الحدة. أنت أظلم منه. لقد هدم الوالي الذي قبلك داري 3 مرات فما حركت ساكنا، ولكنك هدمت بيوت الله ولن تواصل هذا الظلم. تشكوني إلى الله كما فعلت مع سلفي. الله يعلم أنني أنتصر لديني. سوف أبعث برسالة عاجلة إلى الخليفة الهادي في بغداد، وأسأل الله أن يشرح صدره للحق فيعيد الأمور إلى نصابها. متى تكف عن هذا الاستعلاء؟ تريد أن تفرض رأيك على الحاكم أو تشكوه للخليفة؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت يا سالم. عليك أن تبدأ بإصلاح نفسك أولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أعرف متى تكف عن معاداتي والتعريض بي. أنت واهم لو تصورت أن الخليفة قد يستمع إليك. انتهى زمن الخلفاء المنخدعين بك، انتهى. خيرا يا ابن عبد الحكم، أي ريح طيبة. أتدري يا ليث ما فعل الخليفة الهادي برسالتك إليه؟ لقد عزل والي مصر وأرسل واليا آخر. ماذا تقول؟ أنا ما طلبت ذلك وما أردته، إنما أردت أن يأمره الخليفة بالكف عن اضطهاد أقباط مصر. هذا الوالي المعزول له 7 أبناء صغار يعولهم من راتبه، وليس له دخل غيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعرف أنه طاهر اليد وما حاول استغلال منصبه. ما رأيك في أن تكتب للخليفة مرة أخرى تطلب منه استبقاء الوالي في منصبه؟ لا يا ابن عبد الحكم، الخليفة في تقديري لم يظلم الوالي عندما عزله من منصبه، فهو مستحق للعزل، لأنه لم يحسن إدارة شؤون الولاية عندما اضطهد الأقباط. ولكنك تقر أنه شريف وعفيف. الولاية تستلزم العدالة وتستلزم الأمانة وسلامة التقدير. أنا لا أفهمك، لما إذا تأسف على عزلي؟ الأسف على ما حل به بعدما ضاع مصدر رزقه. قل لي، كم يبلغ راتب الوالي؟ أظن 300 دينار في الشهر الواحد. سوف ألتزم بها يا ابن عبد الحكم ما بقيت حيا وما بقي هو حيا. هذا عهد قطعته على نفسي. ما أكرمك يا ليث وما أعدلك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بك يا رجل؟ سهوت في الصلاة فرأيت أن أخرج منها. وتخرج من الصلاة عندما تسهو وأنت إمام؟ جل من لا يسهو. ما لك أن تؤم الناس وأنت لا تدري ما تفعل؟ أجئت هنا لتفسد علينا صلاتنا؟ لا أجيء هذا الجامع بعد اليوم، سوف أصلي في بيتي فلا يلومني أحد عندما أسهو. انتظر يا رجل، انتظر يا رجل. ماذا تريد أنت الآخر؟ أريد أن أوضح لك ماذا تفعل عندما تسهو بعد أن نصلي. تفضل يا ابني. بسم الله. استووا وتراصوا. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخاف ألا يتقبل الله منك وأنت عاق لأمك. كيف يا أماه؟ جعلتني وحيدة لا يقصدني أحد ولا يسأل عني أحد. لا شأن لي ولا أمر. ألا يشغلك مغزلك عن مسائل الخلافة والحكم؟ أم الخليفة صارت تغزل. أهذا ما قدرت عليه يا أمير المؤمنين؟ سوف تعتادين الأمر ويعتاده الناس. كان من الخطأ تدخلك في أمور الحكم. اعتاده الناس وانصرفوا عني. كل أصحاب الدواوين لا يقبلون طلبا لي. كلهم رد رسائلي بعد أن توعدتهم بالقتل لو استجابوا لي. هذا أفضل لك ولهم. غدروا بي. كانوا يقفون على بابي يتوسلون. لا أمان لهم ولا عهد. وفاؤهم وعهدهم يكون للخليفة وليس لأم الخليفة. هكذا يتحقق نظام الحكم. واحد فقط هو الذي عرف الوفاء ورفض الغدر. من تقصدين يا أماه؟ بارك الله له. لا شأن لك به. أريد أن أعرفه حتى أكافئه على ولائه لك. تكافئه أم تعاقبه؟ والله لو عاقبته لأتبرأ منك وأعلن أمام الله والناس أنك لست ولدي. من هذا الرجل الذي تقولين أنه بقي على إخلاصه لك؟ قل لي أولا، ماذا فعلت مع والي مصر الذي يهدم كنائس الأقباط؟ من أين جاءتك هذه الأخبار؟ من أبلغك بها؟ لا شأنك. بل شأني. والله لن أترك مكاني حتى أعرف من أبلغك بهذه الأخبار. وتعدني ألا تمسه بسوء؟ من هو هذا الرجل؟ وزيرك فواز بن الأشهر. بارك الله لك. وزيري فواز لا يزال ينقل إليك أمور الخلافة. أراد أن يبر أمك ويضعها في مكانها. حفظه الله. هذا الوزير يخالفني ويخرج عما أمرت به. والله لن يبقى في الوزارة يوما واحدا. غدا أخلع عنها. إياك يا هادي أن تمسه بسوء. لقد وعدتني ألا تمسه بسوء. إني أحذرك. كل الأمور تحتمل التهاون والعفو، إلا رجلا يريد أن يعينك على العودة للتدخل في أمور الحكم. دعك الآن من أمور الحكم وشؤونه. قل لي، هل صحيح ما سمعت؟ أتنوي أن تخلع أخاك الرشيد من ولاية العهد وتعهد بها إلى ولدك جعفر؟ هذا الأمر لا أتعجله، فجعفر لا يزال صبيا. كأنك تفكر فيه. أحذرك يا هادي أن تفعل. أحذرك أن تفعل.
تخسر الدنيا والآخرة معا. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أهناك أحكام للسهو؟ لو عرفتها ما قطعت صلاتك. أود لو أعرفها. تفضل يا أخي. هات هذه الأوراق. نبدأ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من النسيان، لقوله تعالى في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى. صدقت يا الله. فالسهو في الأمور الدينية لا يجوز عليه، لأننا أمرنا باتباعه في جميع أحواله وأفعاله. وهكذا فإن السهو في صلاته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يكن سهوا، وإنما فعل مثل ما يفعل المسلم عندما يسهو بيانا للشرع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أسهو لأبين. صدقت يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اكتب يا زعفراني، اكتب: من شك في صلاته فلم يدري 3 ركعات صلى أم 4، فعليه أن يبني على ما سبق، فإذا فرغ من صلاته وقرأ التشهد الأخير سجد سجدتي السهو قبل السلام. وماذا بعد؟ كذلك من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكان ساهيا فلا إعادة عليه، وإنما يكفيه أن يسجد سجدتي السهو. أما من أخر التكبير قبل أن يهوي ساجدا كره ذلك له، ولكن لا إعادة عليه ولا سجود لسهو. وماذا لو وقع المصلي في أكثر من سهو واحد خلال صلاته؟ مهما كان السهو 1 أو 2 أو 3، فإن سجدتي السهو تجزئ عنها جميعا. سجود السهو هذا يا شافعي أيكون في الفريضة وحدها أم في النافلة أيضا؟ سجود السهو في الفريضة والنافلة للذكر والأنثى، للإمام والمأموم، فهو مرتبط بالسهو في كل صلاة. نفعنا الله بعلمك، نفعنا الله بعلمك. أكمل يا شافعي، أكمل. صاحبكم أرسلني إليكم بآخر الأخبار. مات الخليفة الهادي صباح اليوم. الخليفة الهادي رحمه الله. إنه لا يزال شابا، لم يتمتع بالخلافة، أمضى بها قرابة 1 واحدة. سبحان من له الدوام. كيف يموت الهادي فجأة في هذه السن؟ هي جريمة قتل. كان الخلاف على أشده بينه وبين أمه الخيزران عندما منعها الهادي من التدخل في شؤون الحكم. تقصد أنها قتلته؟
كان النزاع مشتعلا بينه وبين أخيه الرشيد عندما عزم الهادي على إقصاء الرشيد من ولاية العهد وإسناد الأمر لابنه جعفر. أيكون الرشيد قتل أخاه قبل أن يخلعه من ولاية العهد؟ كل هذه الأقاويل ممكن أن تتردد بين الناس عندما يبلغهم موت الهادي في هذه السن، ولكننا نريد أن نعرف ما حدث. لا يهمنا ما حدث، المهم ما يقوله الناس ثم نزيد عليه ونضيف إليه لتظهر هذه الأسرة الحاكمة وكأنها غارقة في بحار الدم. لا يهمها من أمر الناس شيء. فهمت، تريد أن ننفخ في النار لتزداد اشتعالا. هذا ما يقوله صاحبكم وما يريده منكم أن تفعلوه. هيا انزلوا إلى الأسواق، انزلوا، أطلقوا الإشاعات، رددوا الأقاويل. ثم بعدها تظاهروا بالخوف على هؤلاء الحكام الذين يسقطون في مهاوي الفتن والخلافات طمعا في الحكم وطمعا لتحقيق أغراضهم الشخصية. الموجة قادمة وما علينا إلا أن نركبها.